اول ما بتيجي الساعة بنروح على طول على الاكلات الموفرة والحلويات كمان والمخبوزات والحاجات الحلوة دي، وكمان عايزينها تبقى اقتصادية. هنعمل الشعرية باللبن بطريقة حلوة جدا. اول حاجة كده معايا معلقة زبدة كده بلدي حلوة، حطيتها في حلة تسيح. هنزل عليها بشوية من الشعرية، انا نزلت بكيس الا ربع كده، وهتبداي تقلبيها لحد ما تاخد اللون الذهبي عادي كأنك بتعملي رز. هي ميزة الوصفة دي ان هي سهلة جدا وسريعة بطريقة يعني، وعايزة اقول لكم بتدفي قوي. اول ما تاخد معايا اللون الذهبي زي ما انتم شايفين كده، على طول هقوم منزله عليها الميه. بصي بقى الوصفه ديت ليها حاجتين، ممكن تعمليها بالميه بس، وممكن تضيفي لبن انتي وامكانياتك عادي. لو ما عندكيش كمان الشعريه ممكن تعملي بمكرونه صغيره عادي. حطيت كمان كوبايه من السكر، فيها واحد شاي كده مش مشكله. والابيض ده المفروض ان هو يبقى فانيليا، بس انا ما عنديش فانيليا، بس عندي صوبيا. حطيت معلقه نقلت الطعم في حته تانية خالص، عشان الصوبيا فيها فانيليا وكمان طعمها حلو. فبصراحه نقلت الشعريه باللبن في مكان تاني خالص. بعد ما غليت مع الميه شويه كده، قمت منزله عليها كمان لبن، حسب ما انت عايزه وحسب الكميه اللي انت عايزاها وحسب ما انت بتحبي اللبن فيها كتير ولا قليل. هسيبها كده مع نفسها بالكتير قوي بتاخد 5 دقايق، انتوا عارفين الشعريه ما بتاخدش اي وقت ابدا في السوا. هتغلي معايا بالشكل ده كده. عايزاها بقى تقيله خالص بتسيبيها ان هي تتقل مع نفسها وتفضل تستوي كده مع نفسها كتير. عايزاها يكون لسه فيها لبن كده، هتطلعيها على طول. وعايزه اقولك ان انت ممكن ما تضيفيش اللبن خالص دلوقتي، وتسيبيها بالميه بس، وبعد ما تطلعيها تضيفي عليها لبن سخن، ولكن انا بحب اضيفه معاها على النار. ده كان شكلها حلو قوي يا جماعه وبتدفي، وحاجه اقتصاديه. انا عاملاها بلبن بقري على فكره، الكيلو ب10 جنيه او ب11 جنيه تقريبا، عامله نص كيلو، وهو كيس الا ربع شعريه وشويه سكر. زي ما قلت لك كمان ممكن تعمليها بميه. بس كده دي كانت وصفتي، اتمنى تجربوها تعجبكم جدا. دمتم في رعاية الله. اتمنى بقى ان انتوا تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله.